طلعت من الكلام ده اصلا مش عندك؟ ما كانش عندك؟ ما كانش عندي والله، انا كنت بنام طبيعي بجد والله العظيم. قدام خزواني وقمنا جاي راجعيني بس انا بتعالج دلوقتي. مشكله يعني. هو في ايه يا ابني؟ عملت ايه في الواد؟ يا جدعان عالجوه والله محتاج يتعالج. عملتوا ايه فيه؟ وقت انت لازم تروح لدكتور نفسي. ده مش تعبان ده. مين الاكس اللي هو بيحكي عنه؟ يا لهوي يا اسطى، حكايه من زمان والله. ايه اللي حصل؟ فالمهم يا اسطى ان ست الكل دي كنت بحبها وجابت لي تروما. تروما ليه؟ والله العظيم باين عليك. انا اتجننت والله يا جدعان سايبين صاحبكم ازاي كده؟ بتاع شرايين؟ ايه يا عم، ايه يا عم سلام. اهي هو لسه معورني. اعمل زوم هنا اهي اهي الشرايين اهي. هو في ايه يا جدعان؟ انتوا مالكم بيهم طيب؟ هو الدنيا اتشقلبت ليه؟ هو ايه الجيل الخايب ده؟ هو مش جيل خايب بس هو عايز يسترجل برضه. دوت بقى محتاج يسترجل. قول لي ليه بقى؟ ده تعبان لا ده نفسيا. مش تعبان ده. قصة الراجل ده كان بيحب واحدة اسمها من، كانت بتتكلم 4 5 6، كان بيتكلم كتير والله اخويا. فدوت بقى دخل في حالة نفسية دلوقتي هو فيها اصلا. لحد دلوقتي فيها. مستشفى الخنكة عندنا في والله. المساعدة. مشكله يا عم. هو في ايه يا ابني؟ عملت ايه في الواد؟ تعالى يا حبيبي تعالى يا جدعان عالجوه والله محتاج يتعالج. انتوا بتعملوا كده ليه في الناس؟ عملتوا ايه فيه؟ ده نفس الاكس ولا ايه؟ بص يا ما تقولش حاجه تاني. ان الحكايه ما فيها ان انا كبني ادم طبيعي، فالمهم يعني لا ما كنتش اعرف تاريخها، فحبيتها وارتبطنا والجو العبيط ده وبعد كده راحت جايه مخزوقاني وقمنا جاي راجعيني بس انا بتعالج دلوقتي. انت حبيتها قوي للدرجه دي؟ ماشي. سألك والله انت اتعالجت؟ المفروض اللي هو عشان كانت عندي زي حوار اللي هو فاهم ما ينفعش تحط تحت ضغط نفسي. ماشي. بعيد عن طلاسم الكلام. طلعت من الكلام ده اصلا مش عندك؟ ما كانش عندك؟ ما كانش عندي والله، انا كنت بنام طبيعي بجد والله العظيم. كنت طبيعي جدا. والله كنت طبيعي بجد. حد كان شايفه قبل ما هو يكون كده؟ من ساعة ما عرفته هو في بس ما مش هنا مش موجودين. يعني بس عارفين يعني اكدوا لكم يعني ده مش كداب يعني. اتصل بسيد. مالك ده مش هزار. ده مش هزار، ده فعلا ده كده. بجد ده بسببها؟ والله انا كده والله بسببها. والله العظيم انا كده بجد. هو يا اسطى مش انا قبل كنت عايل ودلوقتي بقيت ايه؟ مجنون والله. ايه يا سيد؟ هو ده بجد يا سيد ولا هو بيحور؟ لا ده بجد. بالله عليك يا سيد بس ما عشان انا مصدوم دلوقتي. ده حقيقي؟ ده فعلا بنت ايه اللي عملت فيه كده؟ ايوه. ليه بتشماته؟ عشان يحرم يعمل حاجه زي كده، يحرم ايه؟ هو ماله؟ عشان ما يوصلش لدرجه ان واحده تاثر فيه. هو ده حصل فيه كده في الاول والاخر صح، فانت لازم تقف جنبه قبل ما تشمت فيه، توصل تخليه كويس، بعدين تشمت بقى وتهزر وتتريق. احنا لا مش قصدي مش مصدق انا فاكره على فكره بيتريق عليا على فكره، والله فاكرك بيتريق معايا جد. احنا بناخدها جد عشان لو اتكلم عليها تاني ولا جاب سيرتها تاني احنا هنضربه بجد. ده مين ده؟ الاكس اللي هو كان لسه بيحكي عنها. انهي واحده؟ ترجع تحن لكل شيء زي القتيل، طريق طويل مشينا فيه انا وانت. انت صاحبه من زمان؟ من اخواتي من زمان؟ من زمان. وبتحبه ولا بحبه طبعا بجد والله؟ هم عارفين. ممكن تبص على تعال. لا ما بحبوش. انا مصدقك والله. صاحبه من زمان. يا صاحبي. عمال تقول له استرجل استرجل وانت المفروض تساعده ان هو يتخطى الموضوع ده، ما لهاش علاقه باسترجال، هو اتاثر نفسيا. ولا هو كلامه متسالك على فكره، نص كلامه متسالك والله. مش بترول والله بجد والله يا رجاله بجد الراجل ده بيحتاج فعلا مساعدتنا. صلى على النبي والله. ايوه احنا فعلا اخواته واقفين في ظهره وجنبه اهو. لا مش جنبه، في ظهره. فيهم مساعدك في الحوار ده؟ لا الصح وده مش عيب على فكره، انت لازم تروح بجد لثيرابي. الدكتور النفسي ده بيعالج المجانين، مفيش ناس عاقله بيجي لها امراض نفسيه مش معترفين بالامراض النفسيه. لا العظيم. انت عارف احنا عرفنا الموضوع ده بسبب ايه؟ لما انا كنت ساعتها زعلان فاهم فتعبت، دخلنا للدكتور جوه، فالدكتور بيقول لي هو انت بتجز على سنك وانت نايم فاهم او بتعمل حاجه معينه فاهم. المهم لا يعني معظم اللي قاله قلت عليه لا، فراح جاي مطلعه من بره وقال انت لازم تروح لدكتور نفسي. انت صاحبه بقالك قد ايه؟ كتير. طب ما المفروض ان انت تبقى اجدع من كده. تمام. صح ولا غلط؟ صح. لا هو جدع والله، بعيد عن الهزار فعلا، بس كعبده فهو جدع.
لسه بجد. اخويا والله. لا عليك. ايه اخويا والله. بس هو مش محتاج دكتور نفسي بامانه. امال محتاج ايه؟ حد في ظهرك بامانه والله. اطلع بره تاني. لا والله انا والله بتكلم، بعد ده. انا بتكلم جد. والله العظيم انا بتكلم جد. هو انا بتكلم جد ولا لا؟ والله العظيم لا حصلت بعد ده. انا مصدقك انا مصدقك. يعني حد في ظهره يعمل ايه؟ لا دي بقى بتاعته هو. هو انت بتهزر. والله اطلع بره. نيجي بقى من كام يوم نعرف ان هو رجع كلمها تاني. وبرضه نفس التروما اتجددت. هو دلوقتي في احتماليه ان هو حياته تتدمر. هتوصل لايه؟ خلاص مش عارف والله. قلت له ايه بقى؟ انتوا بتستهلكوا قلوبكم على الفاضي، وده ولا هيبقى ليها ولا هي هتبقى ليه. جه خد النصيحه ماشي. فطبعا مثلا كواحد صاحبك خايف عليك قال لك ايه، انت لو كلمتها مالكش دعوه بيها تاني، كده هو غلطان. عايزك كويس. ما هو ماشي بس يا اسطى ما اصل انت واحد صاحبك دلوقتي هيجي يقول لك حاجه مثلا هو خايف عليك. ماشي خايف ده كده انا كنت ظالم الناس دي كده. انتوا كده رجاله يا جدعان وجدعان. ماشي هم يا جدعان والله. بس انت مثلا يعني اكيد صاحبك مش هيبقى في مشكله وانت هتيجي تقول له اصل انت لو شفتك بتعمل كده تاني مش هكلمك. هو ما قول لي لو عملت كده هضربك. هو مش هقول لك حاجه. شايف ان انت بتعزه فهو بيهددك بحته ان انا لا مش هكلمك تاني. ما هو ماشي بس كده انت عايز برضه ما هي دي برضه بتزعل فاهم. بتضايق نفسك تاني وبتاذي نفسك تاني. ماشي يا اسطى بس فاهم. انا كالبني ادم اللي واقف جنبي فاهم. فهو لا المشكله في مكانه فمسكت ضربه بس ليه فعلا. بقى جيت زعلت لما هو قال لك كده وانت ماسكه ضرب؟ هي الفكره ان هو بعد الكلام لقيته فعلا تجاوب، خد بالنصيحه وفعلا سابها فتره بتاع اسبوع ونص كده. ايه اللي بيخليك ترجع؟ ده مش لاقي حد غيرها اتعود عليها عامه فاهم. يعني هي بتسد فراغك. طب واول يوم العيد الفراشات اللي كنتوا بتدفعها هي دي هي عامه يعني فاهم. هو كان نظام تعود اللي هو مش لاقي حد غيرها فاهم. اتعودت عليها. بس انت عارف ان العلاقه دي مش انا بصراحه عارف خلاص. بس ولا هيحصل لك زي ما حصل لك قبل كده؟ هتزعل. ما انا زعلان. بالنسبه للي هيحصل لي لا ما هو هيحصل لي اوحش من اللي حصل 1000 مره. متعلق بزياده. قوي. ما كانش لما دخل قالت له كلمه هو رجع لها تاني بعد اسبوع اللي هو كان امبارح. لقيته بيقول لي انا كلمتها. قلت له ليه يا اسطى؟ مش انا اتكلمت معاك في الموضوع بدل مره 2 و3 وقعدنا اتكلمنا وانت قلت لي ماشي وخدت الكلام ولقيتك فعلا متجاوب وبتاع. التانيه دي مش بتحبه. انا عايز اقول لك انها بتعشق التراب اللي بيمشي عليه. ده بجد بتحبه بجد. وعلى ايدي وعلى ايده ولا وبص ومالها التانيه؟ واخطر من اخت. لا والله ملهاش. انا بتكلم مين فيهم دلوقتي؟ اهي اللي هي بنتخانق عشان دي موجوده، دي بتحبه، دي عايزاه، مستنياه اصلا. انت فاهم. فلما عرفت ان هو كلم التانيه بتقول لي على فكره عبده كلم كذا. قلت لها لا مفيش الكلام ده. قلت لي لا والله عبده عمل كذا وكذا ومعايا سكرينات خش شوف. فقلت لها طب اصبري لما يصحى وانا هتاكد لك من الموضوع ده. قالت لي طب يا يوسف بالله عليك لو حصل حاجه عرفني علشان ما افضلش متعلقه كده. يعني بتحبك وبتعشقك وبتدمنك بس ما تجيش عليها كده فاهم. فانا مني زعلانه عليه ان هو بيعمل حاجه زي كده وهيتضر هو اللي هيتضر في الاخر. فانت ما ينفعش ان انت ماشي في سكه غلط وفي واحده مستنيه خايف عليه. كلمه خايف عليه قليله. البنت اللي هي التانية دي ليه مكمله معاه وهي عارفه ان برضه مفيش؟ ما مش عارف بقى اذى ولا عندي في التانية اللي بتحبه. بس انا شايفها عندي في التانية اللي بتحبه. انهي واحده؟ اللي هي بتحبه. كنا عايزينك تحكي اي حاجه عنها عامه. ماشي. كوتي فانت شخص جميل جدا جدا. يا بخت اي حد يخش حياتك بتخلي للحياه لون رمادي. يعني حياه بيضاء او سودا بتخليها رمادي. طبعا انت مش خالي من العيوب عشان انت مطلع عيني. ولكن في الاول وفي الاخر فانا فعلا بحبك. مقدرش اعدي يوم من غيرك وبتمنى ربنا يهديك عشان انت قرفتني. طب انا عايز اسالك سؤال. ايه اللي مخليكي مكمله معاه وانت عارفه ان هو بيحب واحده تانية اصلا؟ هي بتوجعني علشان مثلا انا بحبه. انا حاولت كتير قوي ان انا ابعد بس انا كل مره مش بعرف. طب يعني ايه مخلي حياتك رمادي؟ اللي مخليها رمادي ان هو كل مره بيبعد على الشخص اللي بيحبها. ده اللي يميل للاسود واللي يميل للابيض. ان هو كل مره بيكلمني في فتره ما بيحسن حياتي، بيخليني شخص كويس من كل حته، من ناحيه صلاه ومن ناحيه لبس
من ناحيه دروس ومذاكره، من ناحيه كل حاجه. يشجعك يعني. هو بيخلي الحياه متعدده. تحبوا بعض لازم ان انتوا تعرفوا الاهل. لا اسمها انت بتحبيه. خلتني احبك ليه ما دام انت ما حبتنيش، وازاي انا بموت وتعيش. انت عندك كام سنه؟ 19. انت لسه صغير قوي. انتوا لسه صغيرين قوي. دي المشكله. ايه الصدمه دي؟ بس انت عندك كام سنه؟ 17. ومرتبطه؟ مرتبطه ليه ان شاء الله؟ علشان انا بحب. طب انا هسألك سؤال بسيط، لو هو دلوقتي راح بيت عندكم وتقدم وقال لباباك انا عايز اتجوزها، هو هيوافق؟ بابايا انا؟ اه هيوافق؟ ايوه هيوافق وانت عندك 17 سنه؟ ما هو هيوافق لكون ان هو الشخص مش لسني انا، يعني فاهم؟ انت بتقنعي نفسك. بص هو انا رايي ان انتوا ما تتكلموش لحد ما يبقوا عندكم سن كويس كده، يا اما تعرفوا اهاليكم. كلامي ضايقك صح؟ يعني انا اسف والله، بس يعني انا يعني عارفين ان دي حاجه غلط، واللي بجد والله بجد انتوا بتمسكوا كده، صدقوني والله غلط، وقليل قوي اللي يكمل للاخر. وزي ما انت قلتي هو في الاول والاخر حرام، ما تزعليش مني بس بالله عليكي، والله العظيم انا بنصحك كاخ كبير مش اكتر، وبنصحه برضو كمان. عارف اللي انا فيه. ما تزعليش بالله عليك يا لا مفيش حاجه خالص. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر